الدوري الهلال بيفوز على ضمك بصعوبة بنتيجة 2-1، والاهلي والنصر في ديربي كنا متوقعين منه احسن من كده، ولكن هو بينتهي بفوز النصر بنتيجة 1-0 عن طريق ضربة جزاء الدون. والاتحاد الحمد لله ربنا بيفرجها عليه وبيفوز على الفتح بنتيجة 4-2. فيلا بينا نخش على الفيديو. طبعا قبل ما في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. برضه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان ان ربنا ينصرهم ويثبتهم وتعدي الغمه دي في اقرب وقت باذن الله. خلينا نبتدي بماتش الاهلي والنصر. الاهلي اللي كان عامل ماتش الى حد ما كويس، ولكن لم يرتقي الى الممتاز ولم يرتقي ان انت تجيب جون تتعادل على الاقل او تكسب. لكن شفنا النهارده في الاهلي واحد زي كيسيه، اللعيب الوحيد اللي انا بحس ان هو عنده روح او تفرق روح على اللعب. هو الراجل روح ولعب. كيسيه لعب ممكن تلاقي لعيبه ثانيه، لكن كروح انا مش شايف غير كيسيه هو اللي بيلعب بروح. وعلى الناحيه الثانيه برضه شفنا في المنيو لما بيلعب تحت المهاجم بيبقى متالق، واعتقد في المركز الجديد بتاعه دوت هو هيكون احسن فكره ان هو يلعب مهاجم، وده هيبقى احسن بالنسبه لفراس بريكان وهيبقى احسن بالنسبه لفيرمينيو. شفنا برضو اللعيبه اللي بتنزل من على الدكه اللي بالنسبه لي هم احسن بكتير من اللعيبه اللي بتلعب اساسي. دي ممكن النقطه اللي لعيب فيها في ياسليه ان هو بيعتمد اللي دي لعيبه اكيد اجانب فلازم يلعبوا هم. لا عادي يا معلم، ممكن تلعب بسمحان النابت عادي وتلعب باللعيبه الصغيره والسعوديه دي عادي خالص. زيت ان هو احسن من موجودين. من اللي يضايق اكتر في ياسليه مش فكره حتى ان هو بيسيبهم على الدكه بس، التبديلات حتى متاخره. غير بقى التبديلات المتاخره، محرز لعب 90 دقيقه ما اعرفش ازاي. محرز يا جماعه بقاله فتره وحشه. الماتش ده انا ما شفتش كده، يعني محرز جات له كوره اصلا لولا اليكس تيلس الراجل شالها. بس فكره البطء من محرز ان انت يا معلم ده الكوره قدام الجون ما تروح وتشوط، ما عرفتش تشوط على طول، رقص تيلس رجعه البرازيل تاني. الراجل عمل تاكلينج المفروض اصلا يكون طار، بس انت كمحرز لا انا مش عارف. حتى الكرات الثابته اللي بقول لك ما بقتش اشوف محرز فيها، بقاش موجود حتى. يعني هو بيلعبها بس مش احسن حاجه. بحس ان هو يلعبها يلا يا جدعان ادي يا جدعان اهو كورنر بلعبه اهو، ادي يا عم الفاول اهو. غير كده مفيش اي حاجه. الناحيه الثانيه النصر هو ما يفرقش حاجه عن الاهلي. الاثنين بسم الله ما شاء الله كانوا وحشين في الماتش ده. هو الاثنين عموما مش اقوى مستوى ليهم. ممكن الاهلي لسه راجع من الدوري الدرجه الثانيه والكلام ده كله، فيعني يعتبر ان هو بالاداء دوت شيء كويس. ولكن النصر انا ما اعرفش ايه اللي حصل من ساعه ماتش الحزم 4-4 والدنيا بايظه. لكن النهارده الايجابيه الوحيده اللي انا بشوفها هي عوده اوزبين. النهارده شال له كوره ولا كورتين كان ممكن يخش اجوان، غير ان هو وجوده اصلا الى حد ما مطمئن. ده الشيء كويس اللي موجود في النصر. اما عندك الماتش اللي بعده فكان ماتش الاتحاد والفتح. الحمد لله الاتحاد كسب. ده المهم. طبعا احنا شفنا ماتش حلو والكلام ده كله، بس المهم ان الاتحاد كسب، لان هو كان ساعات بيعمل اداء من غير ما يكسب. فيعني كويس ان الدنيا عدت وان هو كسب وطلع بالثلاث نقط وكان 4 تجوان. وشفنا تألق لعيبه كتير، واحد زي احمد الغامدي الراجل النهارده بيعمل ماتش كويس جدا. شفنا واحد زي جوتا يعني هو ما شفتش منه حاجه بس هو جاب جون. شفت برده حمد الله اللي شايل الفرقه بالنسبه لي هجوميا، بالذات رومارينو. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني حتى بنزيما قعد ما فيش، رومارينو خلاص فصل شبكه السنه. الناحيه الثانيه بقى الفتح انا عندي مشكله مع الحارس ريم. اولا انا مش عارف هو انا بنطق اسمه صح ولا غلط، ده واحد كده على جنب. ثانيا بقى يعني ايه اللي انت عملته ده النهارده؟ يعني النهارده كان هيموت حجازي اصلا داخل بوكس في حجازي، غير اصلا ان في جولين بسبب المشكله ان هو طلع يمسك الهوا وكان خبط تقريبا في اللعيب هو اللي وقع. انت في ايه؟ ما عندك الماتش اللي بعده فكان ماتش الهلال وضم. الماتش كان حلو، الماتش كان لذيذ كده. شفت النهارده الهلال لاول مره بيتعب بجد، يعني عارف اللي هو بيكسب بس جت بالعافيه. هي دي اول مره اشوفها النهارده. هو الهلال ضيع نقطتين قدام ضمك، بس يعني فكره ان انت تشوف الموضوع يوصل للدرجات دي وان في تعادل في الدقيقه 88 ولا 86 وهندافع وهنهاجم والكلام ده كله بقالي كتير ما شفتوش مع الهلال. النهارده من ناحيه الهلال اكتر حاجه كانت عجباني الدفاع. النهارده انت ما شفتش كور كتير بتروح لجونه اصلا. غير كده الدنيا كانت احسن حاجه. حتى النهارده الرباعي الهجومي بتاعي سواء كان ديليجادو اللي هو اصلا جاب الجون الثاني وجون الفوز ما كانش ظاهر غير في اللقطه دي. حتى يا راجل متروفيتش ما جابش جون النهارده. ده اغرب من ان الهلال يفوز بصعوبه. انا بالنسبه لي الهلال ممكن استوعب ان هو يخسر اكتر من استوعب ان متروفيتش ما يجيبش جوان. ولكن عموما بعيدا عن الهزار، انت تشوف قوه الهلال في احتفال ضمك النهارده بعد الجون التعادل. تحس ان هم جابوا كاس العالم. ده شيء يحسب للهلال وشيء برضه يحسب لضمك النهارده. ضمك يا جماعه عملوا ماتش كبير جدا دفاعيا او هجوميا. شفنا النهارده كام كوره من نقوده كان ممكن يخطفوا بيها، ولكن هي تفاصيل صغيره اللي فرقت، غير طبعا تالق المدافعين النهارده. شابوه للفرقتين وطبعا شابوه للهلال ده الفوز مش عارف الكام على التوالي كاكتر فريق يفوز على تواليا اكتر بقى من ريال مدريد وبايرن والناس ديت كلها. ويعني خفوا بجد والله تتحسدوا كده. يعني اللي هو يعني ايه، انا ما اعرفش انتوا ناويين تخلصوا الموسم كله ستريك؟ يعني في نص نهائي دوري ابطال اسيا، نهائي دوري ابطال اسيا ان شاء الله لو تاهلتوا نهدى شويه بس. يعني تعادلكم بس ماتش في الدوري كده بالغلط ولا حاجه. بس قول لي رايك تحت في الكومنتات. يعني مش عارف والله بالنسبه لايه، بس يعني قول لي ممكن الاتحاد يحسم فكره التوب فور والبدري بدل ما هو حاطط نفسه في الزنقه ديت ولا ايه؟ وبرضه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. سلام.